برودكشن اوف ستيل من الاسئله المهمه في الثانويه العامه. بنعمل ايه؟ كراشنج، سندرنج، بيوريفيكيشن، روستنج، ريدكشن، واخيرا برودكشن اوف ستيل. فالكراشنج وفي السنترنج هما الاثنين يعتبروا فيزيكالي تشينج. بنلاقي ان الماس بتاعت الاور كونستانت، البرسنتج بتاعت الايرن كونستانت، الماس بتاعت الامبيوريتيز كونستانت، الماس اوف اور كله كونستانت. الحاجه الوحيده اللي بيحصل لها تشينج هي ان السيرفيس اريا انكريز في الكراشنج وديكريز في السنترنج. نيجي بعد كده وده زي ما قلنا فيزيكال تشينج. هنروح بعد كده للبيوريفيكيشن وهو كمان فيزيكال تشينج. في البيوريفيكيشن وهي كمان فيزيكال هنلاحظ ان الماس اوف ايرن كونستانت، البرسنتج اوف ايرن انكريز لان الماس اوف اور ديكريز والماس اوف امبيوريتيز ديكريز. هنا بنلاقي البرسنتج اوف ايرن هي اللي بيحصل لها ايه؟ انكريز. جميل. اما في الروستنج الماس اوف اور ديكريز، الماس اوف امبيوريتيز ديكريز، الماس اوف ايرن كونستانت، البرسنتج اوف ايرن انكريز. وده من الاسئله المهمه الثانويه العامه.